اليوم انت جاي هون عاملين يعني مظاهره للاكراد. الاحداث اللي صارت بشام مقصود للاكراد، انت شو هدفك يعني جاي مع الاكراد هون؟ وجاي انت من سويداء يعني. آه، الكرد والدروز كل عمرهم يقاتلوا بنفس الخندق، والعدو واحد، والأرض مغتصبة من نفس العدو، والعدو هو طبعا كلياتنا بنعرف انه عثماني. و واللي صار بالشيخ مقصود يعني بدل على انه نحن يعني ما فينا نتعايش مع هذا الشعب ولا باي لحظه باي شكل من الاشكال. وقفنا معهم كثير وبكينا على شهدائهم وحاولنا انه نساعدهم بثورتهم، مع انه كانت ثورتنا كلياتنا بس هي كانت ثوره طائفيه، ثوره داعشيه قولا واحدا. و ما حدا بيقدر يقول لي انه ما انه جاي الجولاني ليقسم سوريا. الجولاني جاي بوظيفه تركيه سعوديه قطريه، جاي لتقسيم سوريا، وقدر يقسمها لانه الشعب اللي واقف معه ومطبلين النظام الجديد بعد اوسخ من مطبلين بشار الاسد. واللي صار بالشيخ مقصود عار 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 ووصمه عار بجبين كل حدا بيقول انه الجولاني هو رئيسي ولا الجولاني هو رئيس سوريا. الشهداء اللي راحوا والمناظر اللي شفناها، وبعد في شغلات كثير ما شفناها وما طلعت على الاعلام، والوسخ اللي صار والتوسيخ اللي صار والقتل والاجرام اللي صار. المجوس والتتر والمغول ما عملوا هذا الشيء، ما صار لانه كل عمرنا كنا نشوفهم اخواتنا، وكل عمرنا كنا نشوفهم اهل، ونزحوا لعنا ونزحوا لعندكم ونزحوا لعند الكل وما شافوا منا غير كل خير. بس اللي شفناه نحن منهم ما شفنا غير كل شر. والله يرحم شهداء الشيخ مقصود، لانه المقاومه اللي صارت للشيخ مقصود هي راح تربى اجيال واجيال 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 على الشيء اللي صار. الشهيد زياد حلب فرج العالم كلياته شو معنى المقاومه وشو معنى انك تكون رجل عم تدافع عن ارضك وعرضك، اللي هن تركوا ارضهم وعرضهم وراحوا على ادلب وتركبوا بالباصات وهن ذليلين، وبعتوهن على ادلب وبعتوهن على باقي المناطق، واجوا لهون على اوروبا وحاولوا يوسخوا وعم يحاولوا يوسخوا. وانا هون باسمي كدرزي باوروبا بستحي احكي انه انا سوري من وراء الاشكال اللي